بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حبايبي وإخواني ومتابعيني الجمال، وحشتوني، عاملين إيه؟ النهاردة خضار الأسبوع يا بنات. طبعا كل 15 يوم بصور معاكم الفيديو، بنزلكم الخضار بالأسعار. طبعا إحنا يعني أنا محتارة والله العظيم أرض مين صراحة. في ناس بتقولي أنت رغاية، في ناس بيقولوا لي انت بترغي كتير يا اميات، في ناس بيقولوا لي لازم تقول لنا الاسعار بالتفصيل، علشان احنا يعني ناس كبار في السن، ممكن نبعت مع البواب، نبعت مع حد جيراننا، فبنعرفش الاسعار. لازم تقول لنا كل حاجه بالتفصيل. وفي ناس تانية بيكتبوا لي في التعليقات انت بترغي كتير يا ام اياد، وفي ناس يعني صراحة يعني فليكن خيرا او ليسكت او ليصمت، يعني في بيقولوا الفاظ يعني، او بيقولوا كلام مش يعني ما بيعجبنيش. فانا صراحة مش عارفة ارضي مين. فانا يا ولاد استحملوني شويه، بس اهم حاجه احنا هنقول كل حاجه والاسعار زي ما انتوا عايزين. وطبعا اصحابي اللي يعني اللي مش حابين ان انا اتكلم بكل حاجه بالتفصيل، هم علشان بيقولوا احنا اصحاب باقات، فبنلحقش ان نسمع الفيديو كله. فانا بقول لكم ان شاء الله انا مش هطول عليكم باذن الله، واقول لكم الاسعار على طول. بس اهم حاجه اللايك والاكسبلور. كنت مشتركه في القناه، انزلوا اشتركي في القناه يا حبيبه قلبي، ونوريني كده، وقولي لي كومنت حلو من جميل من قلبك كده. وما تنسيش كمان تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. تعالي بقى نقول الاسعار على طول. انا البطاطس بتاعتنا انا جايباها يا بنات ب 10 جنيه. بطاطس طبعا سعرها نزل، كانت ب 25 جنيه. انا طبيعتي بجيب البطاطس من كذا حد، يعني لو انا يعني انا بجيب من مثلا الكيسين السود دول، جاب الكيلو جايباهم من واحد، والاكياس الخضرة ديت جايباهم من واحد. تمام. البطاطس دي مختلفة عن دي، بس هي نفس البطاطس اللي فيها نقطة حمراء اللي انتوا عارفين انا متعودة ان انا بجيبها وبحبها جدا جدا جدا. تمام. البطاطس ديت الاتنين كيلو بوزن اتنين اتنين اتنين، ما بحبش اوزن وزنات على بعضها. كل اللي متابعني وعارف ان انا ما بحبش اجيب 5 كيلو 4 كيلو. لو الوزن هتعدي 3 كيلو 4 كيلو ما بجيبش كده، انا دايما بوزن في الكيس اتنينات اتنينات يا بنات. فالبطاطس كانت نازله واسعارها حلوه وجميله، كانت ب 10 جنيه. هنا الطماطم صراحه سعرها طلع خالص. هنا الطماطم كان 2 كيلو ب 25 يا بنات. 2 كيلو ب 25 برضو، في كل كيس من دول 2 كيلو. تمام. يعني الاربعة كيلو دول ب 100 جنيه، كان كل اتنين ب 25. والطماطم لحد ما كانتش كويسه صراحه، يعني ما كانتش حلوه قوي يعني. تمام. اسعار سعر الطماطم صار بيجي وقت سعرها بيطلع خالص. فهي كانت ب 25 جنيه يا بنات. اهم حاجه زي ما قلت لكم في كل فيديو، اختاروا الطماطم اللي حجمها صغير، علشان بتبقى قليله في الهرمونات يا بنات، بيبقى الهرمونات واخده فيها قليل. اختاروا الحاجه اللي حجمها صغير. هنا الفلفل الحراق بتاعنا كان ب10 جنيه برضو، جبت كيلو منه ب10 جنيه. انا ما بكترش الا في الطماطم والبطاطس، متابعيني واخواني اللي عارفين ان دي اكتر حاجه انا بستهلكها في ال 15 يوم. انا ما بنزلش اجيب الخضار الا كل 15 يوم. اللي عايز يعرف ازاي بحتفظ بالخضار لمده 15 يوم، ينزل يشترك في القناه ويشوف الفيديوهات اللي بنزلها يا بنات. هنا الفلفل برضو دوت بلدي رومي، برضو يعتبر دوت ب10 جنيه يا بنات. دوت ب10، ده ب10 وده ب10. الفلفل بقى لحد ما كان كيلو ونص ب10 من فتره، بس برضو رفع تاني عد دلوقتي الكيلو ب10. معظم الفيديو بتاعنا النهارده يا بنات كل حاجه ب10 جنيه. يعني اللي معاه 100 جنيه يقدر يملى البيت خضار الاسبوع، 100 جنيه بس. طبعا اللي بيغلي عندي الميزانيه، انا عندي فراخ وسمك وفاكهه الحاجات دي واللبن والحاجات دي. عندي الكوسه برضو سعرها يعني غالي جدا، من 30 ل 25. انا جبت ديت ب 20 جنيه. انا مش جايباها للاكل لينا صراحه، هي انا جايباها للقطه بتاعتي. يعني القطه بتاعتنا يعني بعمل لها شوربه خضار بالرجول يا بنات. بجيب رجول واسويها لها مع الكوسه والجزر والبطاطس. هي بتحب الخضار ده خالص يعني، فانا بجيبه لها عشان بحبها جدا. ومش هقدر يعني، بص لو الكوسه بكام هجيبها لها برضو. برضو البتنجان هنا ب10 جنيه زي ما قلت لكم. كل حاجه موجوده الفيديو معظمها ب10 جنيه. البتنجان هنا بلدي جميل جدا، صغير، حجمه صغير جدا وبلدي، بجيبه من الناس الفلاحين. دايما يا بنات ما تجيبوش من التجار، هاتوا من التجار. اذا يعني ما لقيتوش فلاحين فرشين، فهاتوا من الجزار في الاخر. خلوا كلمه جزار قصدي خلي كلمه اللي هو التجار دي في الاخر. تمام. هنا الخيار طبعا احنا عارفين اصلا الخيار سعره عالي على طول. هنا صراحة كان المرة دي ب25 جنيه، هي ست واحدة بتبقى موجودة. انا قلت لكم ده مش سوق يا بنات، ده خضار الفلاحين بيجي يفرشوا عندنا يوم في الاسبوع. فده الخيار ده بلدي بلدي، في خيارها جميل، ما فيش حد بيجيب زي خيارها. الاتنين كيلو دول ب50 جنيه، الكيلو ب25 جنيه. الخيار عامة ما بينزلش سعره على طول، يا 20 يا 25. دي 2 كيلو بلدي ب50 جنيه يا بنات.
تمام. هنا الجزر ب20 جنيه. انا كل مره بجيب كيلو جزر وبيكفيني الحمد لله ال15 يوم. ما بستهلكش جزر كتير يعني الحمد لله. ده كيلو ب20 جنيه يا بنات. الليمون بقى ولا خلينا في القته. القته برضو جميله جدا ديت ايه. قته برضو يعتبر مش البلد بتبقى لونها ابيض. تمام. وديت برضو طازه وحجمها حلو خالص برضو. هي قالت لي الكيلو ب20، بس انا جبت الكيلو نص ب35 جنيه. لا، قالت لي بكام الكيلو؟ ايوه، قالت لي الكيلو ب20 يعني 2 كيلو ب40. انا جبت ال2 كيلو ب35. قالت لي الكيلو ب20 فجبت 2 كيلو ب35. هنا الليمون طبعا اسعار الليمون من 10 جنيه ل 15 جنيه. من 10 جنيه ل 15 جنيه. ما تخلوش حد يضحك عليكم يا بنات. انا جبت الليمون ده ب10 جنيه. حتى هي قالت لي ب15 جبته ب10. ما حدش يضحك عليكم، سعر الليمون نازل جدا. جبت 2 كيلو. كل كيلو لوحده. انا دايما بوزن كل كيلو لوحده او 2 كيلو. ما بعديش وزنتي عن كده يا بنات. لو هوزن 10 كيلو بخليهم اتنينات اتنينات اتنينات. ده الصح في الميزان. تمام. عشان ما تلخبطش كمان في الموازين، ما تلخبطش في الفلوس. هنا برضو التوم ده بصوا اقول لكم ايه كمان. الخضره. تعال الخضره بتاعتنا ال3 جرجير دول ب10. جرجير غالي جدا وساعات بيدوا الربطه بس ب5 جنيه. انا جبت ال3 ب10 وجبت الخضره ال4 ب10. تمام. يعني الخضره اللي معايا هنا حوالي مش عارفه 7 أو 8 كلهم ب15 جنيه. يعني الخضره والجرجير ب25 جنيه يا بنات. الخضرة والجرجير ب25. يعني الخضرة الأربعة ب10. أنا تقريبا جايبة السبعة ب15 أو مش عارفة 6 ب15. 2 كزبرة و2 بقدونس. مش فاكرة عددهم قدامكم كام يا بنات. تمام. هما تقريبا يا 7 ب15 أو 6 تقريبا. و3 جرجير ب10 جنيه وساعات بيبقى 2 ب10 جنيه. تمام. هنا التوم ده قالت لي التلاتة كان معايا تقريبا بعد ما خلصت خضار خالص كان باقي 20 جنيه. فقالت لي التلاتة ب20. انا قلت لها لا، انا هاخد الأربعة ب20. يعني الرابطة من دول يا بنات ب5 جنيه. انا ما بخزن التوم وبيخلص مني، بس بجيب بعد كده حسب احتياجي بقى كل سوق. الاربع رباطي دول كل رابطة فيها مش عارفة 4 روس او 5 روس. ما شاء الله ب20 جنيه. سعرهم جميل جدا جدا يعني. هنا برضو العيش بتاعنا البلدي كانت بتبيع الستة ب10. عدد بتبيع الخمسة ب10. فجايبة الخمسة من دول ب10 جنيه. أنا بحب وبعشق العيش البلدي موت يا بنات. بس أنا ما كترتش، جبت ب20 جنيه 10 رغيفة عشان أنا كنت عند ماما. وصراحة جبت لي عيش من عندهم لأن مركز الحسينية. أنا من مركز الحسينية متجوزة في مركز فؤوس. فمركز الحسينية فيه العيش جميل جدا جدا. فماما دايما ما بروح لها بتجيب لي بكميات يعني. فانا ما كترتش المره دي في العيش البلدي. وهي ساعات بتحط لي عيش بلدي وعيش تاني شامي كده، بس صراحه انا بحب العيش البلدي وبعشقه جدا. تمام. دي اسعارنا النهارده. وصلت لحد هنا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كتير يا بنات واعملوا لايكات كتير للفيديو. هنا بقى الفراخ التسمين بتاعتنا. احنا عارفين ان الكيلو ب80 او تقريبا قالت لي ب85 جنيه. فهنا الفرختين دول عاملين 400 لان الواحده تعدي 2 كيلو يا بنات. انا مش بجيبهم بميزان. بس هي بتبقى وزنه وعارفه. هي عارفه الفرخه بتاعتها عامله 200 جنيه لان هي معديه ال 2 كيلو. تمام. الفراخ الحمراء دي فراخ حمراء يا بنات اللي هي بيبقى لونها احمر ريشها احمر. دول فرختين يعني هو تاني درجة بعد الفراخ البلدي. الفراخ الحمراء دول. وانصحكم دايما اللي مش بتربي فراخ زي حالاتي تجيب فراخ الحمراء ديت. لانها بتبقى طعمها قريب من طعم الفراخ البلدي يا بنات. تاني حاجه بقى التسمين لو مش متوفر عندك الفراخ البلدي. هنا برضو عشان انا كان عندي لبن في التلاجة جبت بس 2 كيلو جمسي. الكيلو ب30 جنيه يعني 2 كيلو دول ب60 جنيه يا بنات. دي كانت انا عشان عندي 3 ازايز فالحمد لله جبت ازازه واحده. بس يكفوني كده ال15 يوم لان انا ما يعني في اسابيع بستهلك فيها واسابيع ما بستهلكش فيها. تمام. ما جبتش جبنه لان انا صراحه ما شاء الله عامله معاكم الجبنه ان شاء الله اوريها لكم في الفيديو. تعالوا بقى اللوحه الفنيه اللي بنجيبها كل فيديو اللي بحب اجيبها طبعا واحطها على المشنه. كل اللي سال برضو في كل فيديو بيسالني على سعر المشنه. أنا كنت جايباها ب30 جنيه برضو يا بنات. من حد جه فرش في اليوم اللي هو بيجي في السوق اللي هو اللي بيجي في اليوم الخضار. هنا الجوافه كانت ب15 جنيه. جبت 2 كيلو زي الجوافه اللي جبتها المره فاتت جميله وكانت تحفه قوي. وهنا المانجا جايبه المانجا ديت ب40. جايبه للدول الخمس حبات 2 كيلو. بس صراحه الحبايه ديت اتفتحت مني لما ان احنا حطينا وكدسنا الخضار على بعضه في الشنطه. هنا العنب ده جبت العنب دوت يا بنات الكيلو ب35. جبت بس صراحه يعني لا. صراحه العنب المره دي ما عجبنيش صراحه. عبات ما جيت وصلت البيت انفرط مني كله. فالكيلو الاحمر ب35 والكيلو الاصفر ب35. هي الجوافه بس الصراحه اللي تحفه. انا رحت جبت من نفس الراجل اللي انا جبت منه المره اللي فاتت. لان الجوافه بتاعته صراحه ما شاء الله ما شاء الله تحفه. سكر كده برد. بتحطها تغسليها وحطها في التلاجة. بتفتحي التلاجة بتلاقي ريحتها يعني روعه. ريحتها كده جميله جميله.
العنب زي ما قلت لكم ده الكيلو ب35 منه، وده ب35. بس زي ما قلت لكم العنب المره دي ما عجبنيش، لان عبات ما وصلته عبات ما غسلته انفرط مني خالص، بس هو حبايته حلوه وطازه يعني. تمام. وانا كان نفسي في المانجا الزبده، لان كنت خزنت معاكم في فيديوهات المره اللي فاتت مانجا نعومي، فجبت المره دي مانجا زبده لان انا بعشقها وبحبها جدا. كيلو منها كان ب40 جنيه. الحقوا يا بنات جيبوها لانها خلصت من السوق، اسعارها غليت جدا. تمام. حبيت اصور معاكم برضو ان انا هنا جايبه الكمثرى، واللي هنا برضو الرمان ده جوزي كان جايب، كان مودي موسم لاخته، وكان مودي كمان حاجات تانية لناس قرايبنا يعني، فكان جايب كذا بوكسه، فكان دول ايه باقيين، وانا حبيت اصورهم معاكم. بس تقريبا سعر الكمثرى هنا 40 جنيه او 35. وهنا سعر الرمان تقريبا 20 يا بنات في الكيلو. انا مش فاكره قوي يعني قلل الاسعار، بس انا ناسيه صراحه. ده خضار النهارده يا بنات، يا رب يكون اعجابكم. الاسعار كده نالت اعجابكم. وبرده تعالوا اقول لكم بقى البقوليات بتاعتنا. انا دايما بجيب البقوليات حسب الاحتياج، مش بجيب واكوم، لا، اللي موجود عندي ما بجيبش منه اللي مش موجود. انا هنا جبت السمنه، جبت نص كيلو، لان كان عندي سمنه بلد وسمنه عاديه. دي سمنه جنه نص كيلو ب50 جنيه يا بنات. وهنا جبت الطحينه ديت الربع دوت يا بنات، كان تقريبا ب40 جنيه، لا ب20، لان الكيلو من الطحينه ب80. جايبه الربع ده ب20 ولا ربع تقريبا ب35، اقسم بالله العظيم ما فاكره. هو عامه هو ربع كيلو تقريبا ب35. المكرونه هنا الكيلو ده كان ب22 جنيه، والشعريه ب22، والمكرونه الاسباجيتي الكيلو منها ب25، هي اغلى شويه عن دول، 25 كيلو. تمام. وهنا جبت يا بنات هنا بقسماط، جبت ب10 جنيه بقسماط. هبقول لكم برده فيديو من الفيديوهات لو مش عندك بقسماط تعمليه من ايه. انا صراحه لقيت بقسماط وكنت محتاجاه عشان عايزه اعمل بانيه معاكم في فيديوهات، فجبت ده ب10 جنيه. وجبت كمان اللهم صل وسلم على النبي، جبت مرقه فوريه يا بنات، جبت ب20. وجبت كزبره ب10. وجبت كمون دي السبع بهارات ب10، وكمون ب10. دي كمون يا بنات ب10. وهنا جبت كمان فلفل اسمر ده مطحون ب10. بجيب الحاجات المطحونه دي من حد مضمون، لو مش ضامنه اللي بتجيبي منه ما تجيبوش. جبت السبع بهارات بقى، انت عارفين طبعا السبع بهارات كذا نوع، دول ب20 جنيه. حبهان، ورد، ورق لورا، ليموناتا، قرفه، جوز الطيب. جبت ملح الكيلو دوت ب10 جنيه. والعدس ده يا بنات الربع منه ب20. في عدس الربع منه ب15 مش بيبقى حلو، بس منين ما جبت العدس اللي هو الربع منه ب20 تحفه يا بنات جميل. جبت هنا عدس بجبه الربع دوت ب15. وجبت حمص، جبت دوت الربع كيلو دوت ب15 جنيه يا بنات. تمام. ده اسعار النهارده يا بنات في البقوليات. جبت برده المرقه، انا مش بستغنى عنها، ومش شرط احطها في الاكل، بنحطها على حاجات تانية. بجيب العلبه الباكت على بعضه ب40 جنيه. وهنا الكيك شيف دوت الكيس ب6. وتاج الملوك ده يا بنات جايبه منه ال2 كيلو، الكيسين دول ب5 جنيه. هو قال الكيس ب3، فمش يعني مش مستاهله على الجنيه، اداني الكيسين دول ب5 جنيه. تمام. هو عامه البيكنج باودر دوت تقريبا شكل الكيس من بره متغير على اللي احنا بنجيبه النوع القديم، بس مش عارفه بنات اللي جرب النوع ده يقول لي في الكومنتات. بس انا انصحكم استخدموا الكيك شيف لانه جميل جدا جدا جدا، بدي نتيجه روعه، احسن من تاج الملوك يا بنات، احسن من البيكنج باودر. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون نال اعجابكم، يا رب استفدتوا منه ولو بفكره بسيطه. والناس اللي حبيتش ازعل ان انا قلت الاسعار علشان اريح ناس، وكمان ما حبيتش اطول عليكم الفيديو عشان برضو غيرنا ما ينزعجش من اصحاب البقال. استنوني في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.